انه هذا ما إلي حق سبهم، بس هيدي اجهزه الامن الفظيعه اللي كانت مثلا اوقات تشوف واحد اذا منظره مش عاجبهم يقرطوه قتل بنص الطريق ويهنوه. ما شافوا تراكم اسلحه جايه عبر الحدود لمجموعات مموله وإلهم مدري قديش عاملين مجموعات كامله سنه ورا سنه. كيف هذا؟ مهما كان الامر. طيب السؤال اسمح هل يمكن ضبط هذا الوضع؟ اسمح لي. نعم. اجت هذه المجموعات، يعني أولا بيقولوا مثلا كل بيت فيه سلاح، أو كل بيت فيه RPG يضرب ملالي أو يضرب دبابة ويحرقها. فإذا هذه مجموعات مرتبة من برا، وقسم منها مبلا مرق من لبنان، وبكره رح بتشوفوا قديش مرق من لبنان. المهم في هو في سوريا أنا بقول، والفضل الأول مع احترامي لكل الناس، ليس للرئيس الأسد ولا للنظام السوري، الفضل الأول في تخطي سوريا لأزمتها يعود إلى المواطن السوري. كيف رح تصدر؟ يلي قدر يفصل بين الحراك من أجل الإصلاح، وهو لا يزال فيه بشكل سلمي وحضاري مش ينزل بمظاهرة، وبين مجموعات التخريب يلي ممولة من عدة جهات، وأولا المملكة العربية السعودية.